بهذا لو كيك فواياج راح تولي انت هي الشيف. المكونات بسيطة والطريقة سهلة، مي البنة واعرة. اول حاجة نحط الزبدة، نزيد عليها السكر، رشة تاع ملح ونخلطهم مليح مع بعض. نزيد عليهم البيض، نزيد نخلط شوية ونزيد المكونات الجاف. نبدا بالفارينة اللي لازم نغربلها، نخلطها مليح مع باقي المكونات، نزيد الكاكاو ولا لي فيرشين. وفي هذه المرحلة تحبوا تخدموا بيدكم كيما تحبوا تخدموا بالباتور ولا بالبيتر. نزيد عليهم الكريمه السائله وهكا لاباغيا كيك نتاعي تكون واجده. ديريكتومون نعمرها في المول نتاعي وندخلها للفور. كنت ديجا سخنته حوالي 10 دقائق من قبل ونخليها تطيب على 165 درجه حوالي 45 دقيقه. غير يطيب الكيك نتاعي نديمو ليه نخليه يتهوى غير حوالي 10 دقائق ونديرو كامل داخل ان بابي فيلم هكا باش يقعد لي اوميد ونخليه يرتاح. ونروح نوجد الفوغاج. انا هنا درت كور دو سوريز باسكو ديجا كنت قصرت مع تلميذتي اللي كانت جايه باش دير فورماسيون كيك ديزاين في اي بي، وكانت قالت لي باللي نحب بزاف لي سوريز، دونك جي ديسيدي ندير الفوغاج بلي سوريز هكذا باش نحطوه لها مع قهوه الصباح. حاجه بنينه اون بلوس من يدي. وبيان سور كل الوصفات راح نخليهم لكم اسفل الفيديو. بعد ما برد الكورد نتاعي نجي نعمرو داخل الكيك ونحط الكيك في الكونجيلاتور حتى يبرد تماما. اخر مرحله نوجد الكلاصاج غورمون ونجي نغلاسيه ديريكتومون وهو بارد. للتزيين درت غارنشمون تيفاني اللي كنت ديجا درتها معكم. هكذا الكيك نتاعي كان واجد وما نقدرش نقول لكم شحال عجبها وشحال فرحت به، سورتو كي قلت لها درتو سبيسيالمون في جال. ما تنساوش شاركوا الوصفه مع ناسكم وحبابكم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله.